اكيد غادي تكون شفتوا شنو وقع البارح ولا سمعتوا شنو وقع البارح مع داك 11 ونص الليل في فاس. قال لك رابوا جوج ديالو حدا بعضياتهم، ما كاين حتى شي سبب اللي خلاهم انهم يريبوا، ورابوا البارح بالليل بلا شي سابق انذار ولا شي حاجه. يعني في هذا الفيديو غادي نعرفوا شنو وقع البارح وشنو السبب اللي خلى داك الديور يريبوا، واخيرا غادي نشوفوا الضحايا اللي كانوا البارح، شحال من واحد مات الله يرحمه، شحال من واحد مصاب ولا شي حاجه. هادشي كامل غادي نشوفوا في الفيديو، لكن قبل خليو لنا لايك كومونتير سبسكرايب، ودوزو عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا، راه كنحط فيه ديما الريزات العباد، ديما انا اكتيف فيه. ودوزو عندي حتى التيك توك اللي هو هذا، راه حتى هو ديما اكتيف فيه. هادشي اللي كاين، بلا ما نطول عليكم بزاف خليكم مع الفيديو. هاك 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 هذا الدراري شنو البارح بالليل سمعنا واحد الخبار اللي زعزع كاع المغاربه، اللي شفنا الصحافه كتمشي تغطي واحد الحدث اللي كاين في فاس، اللي فيه واحد جوج ديور اللي رابوا البارح بالليل باش شي سابق انذار ولا شي حاجه. حتى شي واحد ما فاهم شي حاجه، حتى حد ما عارف، كلشي مصدوم، داكشي اللي طرا فهمتي، داكشي طرا على غفله. الناس اللي كانوا قراو داك الحدث ملي شافوا داك الواقعه اللي وقعت البارح، حتى شي واحد ما كان عارف شي حاجه، حتى شي حد ما عارف علاش رابوا داك الديور وشنو واقع وشحال من واحد مات وشحال من واحد باقي حي. حدهم داك الناس اللي كانوا قراو داك البلاصه مشاو عند البوليس كيجريو ومشاو عند الاسعاف كيجريو باش يعلموهم شنو واقع ديك الساعه. مع ال 11 ونص سمعنا الفاجعه، طلينا لقينا مع ال 11 ونص لقينا الدار هبطت هي الاولى وتبعتها الثانيه، مع الضواحي كانوا بزايد الجرح وهذه، وكانت الموتى. هاد الناس فيها خمسه، وحده فيها 5 طبقات وحده فيها 4 ديال الطبقات. حنا جالسين ومع تا طلينا لقينا الدار هبطت كومبلي، ما ضربت لا هك لا هك، هبطت كومبلي، والدار اللي بقات واقفه واحد شويه عاد ولات تبعتها حتى هي. حقيقة هذا الشيء هذا اللي وقع كيضر في الخاطر، وهذه فاجعة قوية لكاع الساكنة المستقبل. مؤخرا مع انتهاء المباراة كنا كنتفرجوا في المباراة ديال الشامبيونز ليغ، سقنا بأن الخبر بأن جوج ديال الموبلات وقعت، واحد جوج موبلات وقع واحد الانهيار واحد جوج ديال الموبلات. هي اصلا فاجعة قوية اثرت في الساكنة وصدمتنا حنا كجيران لهاد الناس هادو في حي المستقبل. كيف ما كيقولوا الديور ما كانش عليهم حتى شي علامه ولا حتى شي حاجه اللي غادي تخلي الديور يريبوا. ديك الديور اصلا اللي كانت فيهم 4 في 4 العائلات، هي 8 العائلات، كانت كل دار فيها 4 العائلات، كل دار فيها 4 طبقات، وكل طبقه عايشه فيها عائله اللي طاحوا بهم بجوج، كانوا كاملين نفس البلاصه، كاملين مجموعين، يعني كل شيء تصاب في ذيك الوقيته. دابا شفنا شنو واقع في فاس، دابا غادي نعرفوا علاش داك الديور طاحوا وشنو السبب اللي خلى داك الديور يطيحوا كاملين. اليوم تابعنا هاد الحادثه وهاد الفاجعه ديال سقوط هاد المنزلين اللي هما كانوا كيعرفوا واحد العدد كبير من الكثافه يعني سكانيه داخل هاد البنايات هادو بجبهم. لا اتصور انه كان ممكن انه يتراوح في الذهن ديالي على انه داخل المنطقه الحضريه المسيره تكون هناك منازل مهدده بالسقوط. علاش؟ لان كنعرفوا طبيعه المنطقه، هي منطقه جديده، يعني منطقه عندها بنايات حديثه، منطقه اللي هي قبل 20 عام راه كانت فقط مجرد يعني تراب وحجر. يعني كان من سابع المستحيلات انه داخل هذه المنطقه الحضريه المسيره يكونوا بعض المنازل اللي هي مهدده بالسقوط. فهنا من وقعت هذه الفاجعه، فخصنا اليوم على اننا نلتفتوا لهذا الهامش اللي هو كاين في مدينه فاس. كاين مناطق كيعتبروهم مسؤولين ومدبري الشأن المحلي اليوم هما مواطنين من الدرجه الثانيه وليس مواطنين من الدرجه الاولى، يعني ناس اللي هما يستحقون العيش الكريم، يستحقون العيش بكرامه، يستحقون العيش في ظروف امنه تضمن السلامه ديالهم والسلامه ديال الاهالي ديالهم والجيران ديالهم. اليوم المواطن يتحمل المسؤوليه ايضا، لانه اليوم لو كان المواطن كيتبع الاجراءات القانونيه والمساطر الاداريه اثناء التعمير او اثناء احداث بنايه معينه، فاكيد حقا. السبب الاول اللي خلى هذا الشيء وقع كما كيقولوا كاع الناس، داك الحي فيه الديور بزاف اللي راشين، بحال الحي اللي عندنا حنا في كازا، واحد الحي عندنا في كازا كاع الديور كاملين راشين وبداو كيطيحوا وحده بوحده. واحد من دوك السكان اللي كانوا ساكنين في ديك العماره اللي كانت هو من جايين جاو، قال لك كنت جالس حتى كنسمع الصوت ديال التخرجيش في الدار، دخل عند دارهم لقاهم كيتعشاو وقال لهم راه شي حاجه واقعه، وما كيسحب لي ماشي فار كيخرج ولا شي حاجه، ولكن قال لهم ضروري خصكم تخرجوا. خرجوا ديك الساعه، قال لك من بعد 2 دقائق داك الدار رابت هي والدار اللي حداها. واخا تفضل خويا. نعم اخويا، انا اللي نبهت الاخوات ديالي والام ديالي، لقيتهم تيتعشاو وقلت لهم خرجوا راه الدار غطيح. بالخرجه اللي خرجوا المنزل كيهود. انت كي درتي نبهتي وشنو سمعتي؟ انا سمعت تخرشيش، كنشوف تخرشيش الطرطيق. ملي كنطلع كنتفاجئ بان راه البوطون كيهود ماشي فار هذاك. انا قلت للزوج ديالي يكون شي فار. هربتي العائله؟ هربت العائله ديالي. وشحال تقريبا دازال الوقت ملي خرجتوا الدار طاحت؟ ما كملش 2 دقائق، ما كملش 2 دقائق.
مازال خفي يعني شي كيهبط. مازال جديد. انا ملي خرجنا يلاه الضرب بدات كطرطق، ما كاملاش قلت لك 2 دقائق سهود. مازال الخلعه ديال من طبيعه الحال انا وليداتي راه مازال صغار تا هما راه تخلعوا. الزوجه ديالي تخلعت، مرت الاخ ديالي هي حامله راه مضروره. كلشي في الزنقه. كلشي في الزنقه، كلنا حنا في الزنقه. دابا شفنا شنو وقع وشنو السبب اللي خلى الديور يطيحوا. دابا غادي ندوزو لاصعب فقره ولا اصعب مرحله اللي هي الضحايا اللي كانوا البارح بالليل لحد الان اللي مسجلين حاليا. المراه وثلاثه الوليدات. يلا كنت سوقت لسيسا وما صوناو عليا، قالوا لي راه شنو واجب. وباقي الحدود الساعه ما جبدوا حتى شي. جبدوا والله اللي جبدوا وحده وعاد جبدوا، والاخرين اللهم عاد جسم حضيتين عطيت واحد دابا عاد جبدوا. حتى وقعت الحادثه وكذا. ما عادش تسعود ولا تسعود، لا تسعود حنا كنا ساكنين هنا، كنا راه تحت واحد الدار وجينا تنشوفوا وتنتعاونوا معاهم. والله يرحم المرحومين الساكن ديالنا جيراننا، الله يرحمهم برحمته. الله يجزاهم. قال لك الضحايا الميتين اللي كانوا البارح بالليل هما 19 واحد من اصل 8 العائلات. دونك 19 واحد اللي مات البارح بالليل مباشره بديك الكارثه اللي طرات البارح. 16 منهم مصابين، 4 الاطفال المصابين من ديك 16. دونك 12 واحد اللي كبير و4 الاطفال الصغار اللي مصابين البارح بالليل. والشيء الاخر اللي بقى كلشي نجا الحمد لله. ما كانوش صراحه كانوا اضراب بزاف، يعني 19 واحد اللي غادي يموت في خطره واحده الصراحه صعيبه بزاف. ما كتقدرش تخيلها. حاجه وحده اللي نقدروا نقولوا دابا حاليا هو الله يرحم الناس اللي ماتوا، وهاد 19 واحد الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم. و16 واحد ما بين الحياه والموت، ما تعرفش واش غادي يبقاو حيين ولا غادي يموتوا. الله يشافيهم يا ربي ويصاوب معاهم يا ربي. والناس اللي بقاو حيين وما طرا ليهم والو الله يعوضهم ان شاء الله بخير ويلقاو شي بلاصه يسكنوا فيها محسن، ويقدروا يتخطاو الالم اللي كيشوفوا عائلتهم فهمتي رابوا وطاحوا وماتوا مساكن قدام عينيهم. صراحه واحد الحاجه اللي صعيبه بزاف. اش اللي نقدروا نقولوا لهم الله يرحم الناس اللي ماتوا والناس اللي باقي حيين الله يشافيهم والله يعوضهم خير ان شاء الله. صراحه الاخوان اللي كنشوفوا هاد الظاهره ديال الديور كيريبوا بزاف. مني وجبد وليت انا ساكن في كازا، بزاف الاحياء الشعبيه اللي حدانا ولاو كيريبوا فيهم الديور فهمتي. كاع شوف كاع الديور اللي فايتين 30 عام ولا 40 عام هما مبنيين كلهم بداو كيرشاو بداو كيطيحوا. حيت غير حدانا بلا ما نمشي بعيد حدانا واحد الدرب حدانا، تخيل معايا كاينين تما شي 30 دار. قلت لك 30 دار رابوا منهم 7، داك السبعه كاملين رابوا. كيفاش غادي تكون نفسيه لداك الناس اللي باقيين ساكنين تما وفين غادي يمشيو وكيفاش غادي يقدروا يتخطاو فهمتي. في اي لحظه تكون جالس تريب عليك داك الدار ما تعرفش شنو واقع شنو طرا فهمتي. صراحه صعيبه بزاف. هادشي كيفكرنا في الزلزال اللي كان طرا في 2022 2023. خبر صراحه مؤسف. هادشي اللي كاين ما عندنا ما نقولوا. كما قلت لكم غادي ندعيو لهم بالرحمه الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، والناس اللي باقيين عايشين الله يشافيهم يا ربي، والناس اللي باقيين في صح الله يعوضهم خير ان شاء الله والله يصبرهم في العائله اللي ماتوا عندهم. صراحه كنت غندير لكم فيديو على قبل المنتخب ولكن ملي شفت هادشي هذا ما قدرتش ندير فيديو على المنتخب. قلت ضروري خصني ندير لكم فيديو على هادشي. دابا هادشي اللي قلت لكم دابا غير داكشي اللي اكتشفوا حاليا، مازال ما شافوش بنادم بزاف ومازال بنادم باقي تحت التراب واقيلا الله يصاوب صافي. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. ما تنساوش لايك كومونتير سبسكرايب، تابوناو عندي في انستغرام هنايا اللي هو هذا نحط فيه تواريخ ديما، وتابوناو حتى هو في التيك توك حتى هو كنحط فيه تيك توك بزاف. هادشي اللي كاين. تهلاو ليا فراسكم بيس.